السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في الفيديو ديال اليوم غادي نديكم معايا، غادي نسافروا طريق ما بين افران وزاويه الشيخ. غادي نمشيو ونشوفوا المدن اللي دزنا عليهم في الطريق. هنايا باقيين في الخرجه ديال افران، غادي ندوزو على مدينه ازرو. هنايا وصلنا للخرجه ديال افران، هذا الغولف ديال ميشليفن. ان شاء الله شي نهار غادي ندير لكم فيديو في الغولف لداخل وتشوفوا الاجواء لداخل في الغولف كبير، راه عاد داروه جديد. هذه الطريق ديال ازرو. هنايا وصلنا لهاد البلاصه كيتسمى منظر يطو، وهنايا هاد البلاصه كيبيعوا فيها داك الحجر وكيبيعوا داك المواد ديال المنطقه. وهذه الدخله ديال ازرو، اجواء صراحه زوينه. هنايا هذه الخيريه ديال الامارات، راه عاد كيصلحوا فيها داك الديكورات اللي دايرين من برا. المهم غادي ندوزو على الطريق كما قلت لكم، غادي ندوزو على ازرو. هنايا خلينا البروده بارد الحال في افران، وما حدنا غاديين والحراره كاينه. تقريبا خرجنا مع 4 قل دقيقه مع 3 و59 دقيقه. وغادي نقول لكم فوقاش وصلنا بالضبط، ما وقفناش تقريبا بزاف في الطريق. هذا ازرو. هنايا هاد البلاصه حدا السوق ديال ازرو، هذا الجامع اللي كاين في السونتر فيل ديال ازرو. وانتم كتشوفوا الاجواء يعني ديال الصيف. هنايا وصلنا لواحد الفيلاج ما بين ازرو وسيدي عدي، يعني غير واحد الفيلاج صغير، عرفت الصراحه سميتو. الناس ديال المنطقه اللي عارفين السميه يكتبوا لي في التعاليق. وهنايا وصلنا لسيدي عدي. كما كتشوفوا راه لقينا في الطريق كيبيعوا الشهديه، كيبيعوا الخوخ. هذه الوقيته ديال الشهديه والخوخ. وهذا سيدي عدي حتى هو عامر. هنايا هاد البلاصه معروفه بزاف، كيبيعوا سميتو الراس مفور، الراس ديال العنزي زوين صراحه، كناخذوه من هاد البلاصه زوين. ودابا صافي خرجنا من سيدي عدي وغادي نمشيو غادي ندوزو على مريرت، يعني المدينه الاولى مريرت. هنايا الطريق ديال عين لوح عيون ام الربيع غادي نخليوها هكا في الجنب، وغادي نمشيو من قبل ما نوصلوا لمريت. يعني المريت هي المدينه الكبيره، باقيين غادي ندوزو على لي بتي فيلاج فين كيوقفوا الناس اللي مسافرين. وانتم كتشوفوا الاجواء صهد الحراره. هذه هنا خلينا واحد الدخله ديال البحيره كيقولوا لها امغاس، زوينه حتى هي بزاف. ان شاء الله غير نمشي غادي نصور لكم فيديو. المهم غادي نساليكم ضروري في المنطقه كلها وتشوفوا الاجواء كي دايرين. يعني كاين بزاف ديال البلايص في المنطقه اللي صراحه يعني يقدروا يتشافوا زوينين، الناس اللي كيبغيو يتساراو ويخرجوا. هنا وقفنا في الطريق، لقينا واحد السيد كيبيع القهوه، وخدينا قهوه ودزنا، يعني ما وقفناش بزاف. شوفوا الوقت بالضبط اللي غادي ياخذنا من افران حتى لزاويه الشيخ نواحي بني ملال. هنا وصلنا لمركز وادي فران، حتى هي منطقه غزاله فيها شلالات زوينين. ايضا ان شاء الله الا مشيت غادي نصور لكم الاجواء تما. شحال الناس اللي كيسحب لهم كيتسمى حد وادي فران، يعني مباشره مور افران، ولكن هي لا، راه كما شفتوا كندوزو على ازرو، كندوزو على سيدي عدي اولا سيد المخفي، كيتسمى ايضا سيد المخفي ولا سيدي عدي. كاين فيها شلالات غزالين حتى هما. الناس ديال المنطقه راه عارفين شلالات الناس ديال وادي فران. هاد البلاصه ايضا معروفه بالشوا، كاينين صحاب الشوا. اغلبيه الناس اللي كيكونوا مسافرين في الكيران ولا حتى في الطوموبيلات كيوقفوا في الطريق وضروري ياكلوا هنايا الشوا. حنا صراحه الربعه يعني صافي راه تغدينا وخرجنا يعني مورا الغدا. فاش كنكونوا خارجين بكري ضروري كندوزو على هاد البلاصه وكنتغداو اولا العشاء. تكون فيها طواجن والشوا غزال، اللحم ديالهم يعني اللحم بلدي ديال المنطقه ديال الراعي زوين، ديال العنزي وايضا الغنمي، وكاين بزاف. هنا في داك البلاكه كما قلت لكم غادي تدوزو على وادي فران باش تمشيو للشلالات اللي قلت لكم في الاول. وما بين حد وادي فران ومريرت لقينا صراحه الطريق شويه مكرفسه، عاد كانوا كيصوبوها. يعني لقينا شي بلايص كما كتشوفوا هانتوما بحال هذا الشكل هذا، شويه الطريق مكرفسه، وهي اصلا الطريق ما بين
مريرت من مريرت من قبل مريرت فيها الفيراجات بزاف، ومن مريرت الخنيفره ايضا كاينين بزاف ديال الفيراجات. الناس اللي ما عمرهم ما داروا هذا الطريق يردوا البال، راه فيها بزاف الفيراجات هاد الطريق، وكتكون الاغلبيه مضيقه. دابا عاد ولاو كيوسعوها، ولكن مازال الاشغال يعني مازال ما سالاوش. هانتوما كما كتشوفوا راه كانت الطريق ضيقه ومكرفصه، دابا يعني راه بداو كيوسعوها، ولكن مازال الاشغال ما سالاوش. ويعني الفيراجات بزاف الفيراجات، يعني خذوا الحذر ديالكم، والواحد يمشي غير بشويه، وان شاء الله غادي يوصل بخير وعلى خير. كنلقاو طرف مصايب وطرف عاوتاني مازال. نتوما كتشوفوا الاجواء الصيف دابا راه ما كاينش لا ربيع لا حتى حاجه، خلينا الخضره في افران وخلينا الشجر، ولكن سبحان الله راه حدنا غاديين وكنلقاو غير لوطا هكا. هذه الدخله ديال مريرت، من هنا يعني كاين فيلاج صغير والدخله من الداخل. غير كنوصلوا لمريرت يعني الطريق مزيانه، طريق مزيانه، واخا باقا ما بين عاوتاني مريرت وخنيفره الطريق راها يعني حتى هي فيها الفيراجات بزاف، ولكن الطريق مصايبه حتى هي عاد صوبوها، كانت حتى هي مكرفسه وضيقه، ولكن الحمد لله دابا راه وسعوها، يعني الطريق مزيانه. وهذه مدينه مريرت ما لقيناهاش عامره صراحه بزاف، حيت هي الحراره هنايا تقريبا 40 في الحراره، وكما قلت لكم خرجنا مع 4، دابا غادي تكون واحد 5:30، ولكن واخا هكا كاين الريح شي شويه كما كتشوفوا الشوم، ولكن الحراره لقينا 40 فيها. كما كتشوفوا المدينه تقريبا خاويه الا من بعض الطوموبيلات. هنايا في العشيه كيكونوا هاد البلاصه الحوانت ديال الحوايج وهذا كلها كتكون عامره، لكن هنايا لقيناها شويه خاويه. الناس حتى الليل كيبرد الحال بزاف عاد كيخرجوا. دزنا على مريرت ايضا ما وقفناش، يعني غير دايزين. وايضا هنايا في مدينه مريرت معروفه كناخذوا منها واحد الجبن، غير كاين في واحد المحل قريب هنايا على اليمين على الطريق فاش تكونوا خارجين، ما عقلتش بالضبط فين، ولكن غير في هاد الحوانت هادو اللي في الجنب على اليمين كناخذوا منهم الجبن غزال، داك الجبن اللي كيكون بلدي ديال الحليب وكيكون ناشف، ما عرفتش شنو كيسميوه، ولكن رائع. يكون واحد المحل خاص غير بالجبن كناخذوه من مريرت. المهم اللي مشى لمريرت وكيعجبو الجبن يسول غير في المحلات اللي في الجبن اللي في الجنب وياخذ الجبن راه غادي يعجبو بزاف. وهنايا الخرجه صافي ديال مريرت، كنمشيو نيشان، يعني راه ما كان نديفيوش هكا الطريق على اليمين ولا على اليسار، كنمشيو نيشان حتى كنوصلوا لزاويه الشيخ. هنا كاين النخل، زارعين في هذه المنطقه النخل على حساب الصهد والحراره. هانتوما كتشوفوا الريح، ولكن الشوم غير داك الشوم يعني سخون الحال بزاف. هذه الخرجه ديال مريرت كما كتشوفوا، يعني راه الطريق باينه جديده، راه عاد صوبوها ووسعوها. وفي الليل كان كيعجبني المنظر فاش كندوزو من مريرت كيشعلوا داك الضوا في وسط الطريق، داك الضوا صغارين كيجي واحد المنظر غزال، والطريق واسعه صراحه زوينه. هنا كاين واحد ستاسيون في الخرجه، ودابا غادي نمشيو مباشره لخنيفره. هنا ايضا كاين الطريق اللي بغى يدوز لعيون ام الربيع. حنا غادي نمشيو نيشان على طريق خنيفره وغادي نمشيو. هانتوما كتشوفوا الاجواء ديال الصيف والحراره والصهد. هانتوما الطريق والارض غتبين لكم يعني كلشي صفر. هاد الطريق هنايا عاد فرقوها، كانت طريق وحده كانت كتدي وكتجيب، ولكن كانت خطيره بزاف. هانتوما كما كتشوفوا هاد الطريق دابا اللي دزنا منها راه كانت كتدي وتجيب، دابا خلاوها غير كتدي، فرقوها باش هكا، حيت كيكونوا بزاف الكاميويات في الطريق وما يمكنلكش الدوبل، ما يمكنلكش يعني الا كان كاميو راه غادي يشدك من مريرت حتى الخنيفره، ما يمكنلكش نهائيا الدوبل. كما كتعرفوا الفيراجات بزاف كاينين الفيراجات. دابا منين فرقوها غير في واحد الطرف، يعني الطريق مزيانه كيمشي الواحد مرتاح. هنايا قربنا الخنيفره، في الدخله ديال الخنيفره كاين هذا المركز سميتو مركز البرج، يعني غير بتي فيلاج صغير كاين فيه غير هاد الطريف ديال الطريق وشويه ديال الديور في الجناب.
الحراره راه مازال في 40 41، يعني ما بين المدن. حتى خنيفره كتكون سخونه بزاف. دخلنا الخنيفره تقريبا 42 43 في الحراره. حتى خنيفره كتكون سخونه بزاف. هنايا فاش شفتنا مركز ديال البرج، ما بعيدش بزاف على مدينه خنيفره. هنايا دزنا على واحد الواد ديال عيون ام الربيع دايز من تما. وهذه الدخله ديال مدينه خنيفره غزاله حتى هي. الطريق واسعه تبارك الله، ومدينه يعني زوينه. يعني بحكم حنا كنديروا بزاف تقريبا هاد الطريق ديال ما بين افران وزاويه الشيخ، يعني كاين تحسن، كاين كيلاحظ الواحد. اون فوا كنمشيو ونرجعوا كتلقى شي حاجه مبدله، يعني مدينه مهتمين بها. وصراحه ما مسارياش بزاف خنيفره، يعني غير كندوزو منها، ولكن ان شاء الله نبغي نتسارى في مدينه خنيفره ونشوف هكا البلايص اللي فيها. اكيد غيكونوا بلايص زوينين ان شاء الله. تسمح الفرصه ونجيو ان شاء الله نتساراو في خنيفره ونصوروا شي فيديو ان شاء الله. انتم كتشوفوا الطريق تبارك الله واسعه ويعني نقيه. راه مازال المدينه لداخل، يعني هذه راها غير الدخله ديال المدينه. لاحظت في الديور حتى هما كيصبغوا بزاف بالحمر، يعني بحال مراكش. وسبحان الله جاتني حتى واحد البلاصه، واحد الرومبوين جاتني بحال مراكش في واحد البلاصه. حتى هما زارعين نخل في الجناب وفي الوسط ديال الطريق. يعني مدينه زوينه فيها ما يتشاف. حتى هي كما كتلاحظوا الناس ما كيدوروش نهائيا في الزنقه في هاد الوقيته هادي، حيت الحراره سبحان الله. الناس اللي مولفين دابا هكا البروده دابا بحال ما عرفتش، انا غادي نقول لكم 40 يعني حراره بزاف، ولكن الناس عاوتاني ديال مراكش غتجيهم 40 راها يعني قليله. حنا ولفنا البروده في مدينه افران. البروده وإلا كان شويه الصهد في النهار، في الليل راه فريمون البرد. وهنا كما كتشوفوا راه عاد داروا هاد كارفور تقريبا دابا شي 4 سنين ولا 5 سنين باش داروا كارفور. كما قلت لكم البرد حنايا عندنا في الليل ضروري الا بغيتي تخرج لشي جريده في الليل هكا 10 ديال الليل 12 ديال الليل، ضروري انا فيستا كندير ديال الصوفه. ما كنقدروش على البرد، كيكون فريمون بارد الحال. هنايا دزنا على واحد الجريده هكا في الجنب. غنوريكم داك البلاصه اللي قلت لكم جاتني بحال مراكش، ما عرفتش، المهم جاتني بحال مراكش هكا بالنخل والديور هكا مصبوغين بالحمر. جاتني بحال مدينه مراكش كما تشوفوا. يعني المدينه خاويه تقريبا الا من القليل ديال الناس. دابا راه تكون 5:30 هكاك باش وصلنا لمدينه خنيفره. هاد البلاصه هادي، هاد الرومبوين هذا جاني بحال مدينه مراكش، ما عرفت بهاد النخل والديور في الاحمر جاني بحال مراكش. حتى هي مدينه خنيفره ما وقفناش فيها، يعني مشينا نيشان ما وقفناش. دابا صافي غير كنوصلوا خنيفره كنفوتوها، ما كيبقاش بزاف في المدينه زاويه الشيخ، يعني كندوزو غير على واحد 3 ديال لي فيلاج ولا 4 صافي وكنفصلوا دغيا دغيا. حتى هي شويه د الفيراجات. انا ديك الساعات اول مره كندير هاد الطريق، جاتني الطريق فيها الفيراجات بزاف، جاتني الطريق فريمون فيها الفيراجات. ولكن دابا زعما ولفنا هكا، يعني الطريق مزيانه. وسيرتو كما قلت لكم فاش صلحوها. هنايا وصلنا لمركز الهري. هذا المركز الا كتذكروا قرينا على معركه الهري هنايا كانت. وهانتم غنوريكم واحد النصب تذكاري داروه على حساب الناس اللي استشهدوا في ديك المعركه. مدينه تاريخيه، يعني عندها قصه تاريخيه عظيمه. ها هو هذا النصب تذكاري للناس الشهداء اللي ماتوا في معركه الهري. في دابا فاش كنفوتوا مركز الهري يعني كيبقى واحد 2 ديال لي فيلاج اولا 3، يعني ماشي بزاف. والطريق الحمد لله كتكون مسرحه، يعني ما كاينش مشكل في الطريق، والفيراجات قلالين. هنايا الدخله ديال شي فيلاج ما عرفتش صراحه السميه، غير شي ملتقى طرق، يعني فيلاجات صغارين.
الطريق لقيناها شويه عامره فاش قربنا لزاويه الشيخ بحكم بني ملال. وايضا هذه البلاصه ديال الطريق ديال الرشيديه، الناس اللي كيكونوا جايين ولا غاديين للرشيديه. هنايا مركز تيغ السالين، وصلنا لتيغ السالين، حتى هو واحد الفيلاج صغير. اجواء الحراره بزاف. الملاحظه اللي عندي هو الحراره. الحمد لله الحمد لله على كل حال. سخون الحال سورتو في هاد الوقيته، عاد حنا خرجنا يعني مع الربعه راه بدا كيتبرد الحال، ولكن شويه شويه باقي الحال سخون. 40 41 43 يعني هكا في هاد لي زونفيرون في هاد المدن. هنايا خرجنا من تيغ السالين صافي، بقى لنا واحد المركز ديال واومنه، وغادي ندخلوا ان شاء الله لزاويه الشيخ. كما كتشوفوها نتوما الخضوريه بدات كتبان شي شويه بحكم الويدان اللي كاينين. هنا كاين واحد الستاسيون في الخرجه، وغادي نكملوا باش نوصلوا لواومنه. غنخليو بعدا في الاول مركز زاويه اسحاق. كاين واحد الطريق هذاك ما كندوزوش عليه، كنخليوه غير في الجنب على اليمين. كندوزو كاينه شي زاويه سميتها زاويه اسحاق من هنايا. زاويه اسحاق كاينه الطريق من هنا، وكاينه حتى في الخرجه. وعاد باش نوصلوا لواومنه نتوما كتشوفوا الخضوريه. دابا الزيتون معروفه هاد المنطقه بالزيتون وزيت الزيتون. زيت الزيتون ديال زاويه الشيخ صراحه اللي ما كلاهاش يعني ما ضايقش. الزيت معروفه ديال زاويه الشيخ. صافي دابا علينا نوصلوا ان شاء الله تقريبا دابا 6:30 هادي فاش وصلنا لواومنه. عندهم هنايا ايضا في الدخله ديال الزاويه كاين واحد البراج كبير، واحد السد، ولكن مع الاسف لقينا الماء قلال فيه بزاف. معروفه ايضا زاويه الشيخ كما قلت لكم بالزيتون. وهانتوما تبارك الله كتشوفوا الخضوريه حنايا باقين في واومنه، ولكن هاد المنطقه تبارك الله خضراء بالماء. عندهم العيون كاينين تبارك الله ما شاء الله. الزيتون عندهم بزاف الشجر ديال الزيتون. كاين الكرموس غزال حتى هو ديال هاد المنطقه رائع. هادي واومنه، مركز ديال واومنه. انا غادي نوريكم البراج، غادي ندوزو عليه نصور لكم. هنا كاين شي واد ما عرفت ديالاش دايز. وهذا المركز ديال واومنه، حتى هي واحد المدينه كما نقولوا او لا فيلاج صغير مهلين فيه مزيان، الطرقان مزيانين نقيقيه وسخونه والحراره. صافي الخرجه ديال واومنه. وهنايا غادي نوصلوا للسد، ديور على الجنب تبارك الله ما شاء الله زوينين. نتوما كتشوفوا السد راه الماء كيبان من البعيد، ولكن صراحه انا جاني قلال. هذه دابا تقريبا واحد العامين عامين عامين او لا عام ونص ما جيتش، ولكن لاحظت بزاف الفرق. عرفتي هاد الجبال الصغار اللي كيبانوا كانوا كاملين مغطيين بالماء، يعني فعلا الماء قلال شويه في داك السد. وهذه الدوره والدخله ديال زاويه الشيخ. كان هذا اقليم ديال خنيفره، هنا كيوقف الاقليم ديال خنيفره باش كيبدا عاود الاقليم ديال بني ملال. زاويه الشيخ محسوبه على ما اعتقد على بني ملال، الاقليم ديال بني ملال.
نتوما كتشوفوا السد راه قلال فيه الماء، كانت ديك البلاصه كلها عامره بالماء، فيه الحوت، الناس كيمشيو كيجلسوا تما على داك السد وكيصيدوا الحوت، يعني اجواء زوينه. ولكن مع الاسف بدا كيقلل الماء. غادي ندوزو على جماعات البخت، عاد من بعد غادي نوصلوا لزاويه الشيخ. وهانتوما كتشوفوا الشجر ديال الزيتون تبارك الله، وزيت الزيتون ديال زاويه الشيخ لا يعلى عليها تبارك الله، ما شاء الله، زيت رائع. كاملين المواد ديال المنطقه زوينين. وها هي ديال زاويه الشيخ. وصلنا دابا تقريبا مع 7، قل واحد 4 دقائق مع 7، دونك خرجنا مع 4 ووصلنا مع 7. هانتوما كتشوفوا شفتوا الطريق اللي درنا، يعني ما وقفناش بزاف. هنا البلاكه ديال منتزه عين تامده، منتزه زوين. راه كنت صورت لكم واحد لا فيديو في الليل ديال عين تامده، انا ان شاء الله غنصور لكم بزاف ديال الفيديوهات تامده. صراحه المدينه كتكون سخونه في النهار وحتى في الليل، ولكن تامده بالضبط غير كتدخل تبارك الله ما شاء الله كتضرب واحد البروده زوينه بزاف، كتكون مبرده وكتكون عامره. يعني الناس ديال الزاويه فاش كيبغيو يتبردوا كيمشيو لعين تامده، فيها الماء تبارك الله، الماء والبروده زوينه بزاف. يعني الناس اللي كيزوروا هاد المنطقه اكيد خصكم تمشيو للزاويه وتشوفوا عين تامده، غتعجبكم بزاف. وغتلقاو في الفيديوهات في القناه يعني بزاف ديال الفيديوهات اللي مصوره عين تامده زوينه. ودابا وصلنا بخير وعلى خير، كما قلت لكم 7 هذه وصلنا بخير وعلى خير، والله يوصل كل واحد بخير وعلى خير البلاصه اللي غيمشي ليها. كان هذا فيديو خفيف ديتكم معايا في الطريق، نتلاقاو في فيديوهات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.